مرحبا أصدقائي. اليوم راح أسوي لكم وصفتين مع بعض كلش طيبة، المسخن الفلسطيني، وراح أسوي سندويشات الدجاج كلش طيبة ولذيذة. ممكن رمضان، ممكن عشاء، ممكن أي وقت تستعملوها. طبعا هنا مثل ما تشوفون عندي 8 قطع من أفخاذ الدجاج، سلقتها بس بمي وملح، كل شي ما حطيت عليها. وعندي بصل كمية كبيرة، يعني تقريبا هنا 4-5 بصلات مشرحة شرايح. عندي بطاطا مقطعة مكعبات، عندي بابريكا حمرة ملونة أي نوع موجود، ما موجودة هم مو مشكلة. عندي بهارات البابريكا الحمراء وبهارات الدجاج. هنا الدجاج بعد ما فلسته قسمته بالنص، 4 أفخاذ على جنب فلستهن، و4 أفخاذ الثانية حتى يكون عندي المقدارين متساويين. عندي طاوتين، بهاي الطاوة حطيت الكبيرة حطيت زيت عادي اللي راح أسوي بيه سندويشات الدجاج، وبالطاوة الثانية حطيت بيها زيت زيتون، لازم المسخن زيت زيتون، حطيت بيها زيت زيتون. وهنا حطيت البصل بالطاوتين وزعتهن. طبعا يفضل أن يكون البصل أكثر بالطاوة اللي بيها زيت الزيتون للمسخن، لأن المسخن يحب بصل كثير. هنا بديت أقلب البصل وأقليه حتى ياخذ لون ويحمر. طبعا ضفت بالطاوة اللي راح أسوي بيها سندويشات الدجاج الثوم. أما المسخن ما يحتاج غير بس بصل ودجاج وسماق وزيت زيتون. أما السندويشات الدجاج هي هاي اللي راح تاخذ مواد كثيرة ومختلفة. أقلب البصل وأحمره إلى أن ينطيني لون أشقر حلو مثل ما تشوفون. أضيف هنا البطاطا لسندويشات الدجاج والبابريكا وأقلبهن إلى أن تبدي حبات البطاطا تبدي تستوي شوية أو تتحمر. هنا مثل ما تشوفون اللي بالزيت الزيتون تبع المسخن بدأ لونه يتغير وبدأ شكله يصير أحلى. أنا آسفة أصدقائي، يعني ما أدري، يجوز أخربطكم، يجوز تقولون ليش مسوية الطبقين مع بعض. يعني صادف إنه سويت الطبقين مع بعض وقلت خل أصورهم حتى أيضا تستفادون، وأكلة كلش طيبة وسهلة وبسيطة. تقدرون تسوون المسخن الوحدة أو تقدرون تسوون سندويشات الدجاج الوحدة. هنا أضفت السماق للمسخن، تقريبا ملعقتين أكل سماق مطحون، أضيفه وأخليه ينقلي زين ويا البصل. وهناك سندويشات الدجاج مثل ما تلاحظون بديت البطاطا أقلبها حتى تستوي كلها بشكل متساوي. المسخن هسه انتهى تقريبا. بديت أحط له اللحم الدجاج المفلس وأقلبه حتى ينخلط ويا السماق ويا البصل ويا زيت الزيتون. طبعا المسخن لازم يكون الزيت الزيتون بغزير، يعني كمية كبيرة من زيت الزيتون. يعني أنا قد حطيت هنا هذا يعتبر قليل. طبعا هنا أنا ضفت شوية بس تقريبا 3 شمشات أو المعالق الكبيرة من المرق الدجاج اللي سلقت بالدجاج. ضفت هنا 3 للمسخن، وضفت 3 لسندويشات الدجاج حتى المسخن ياخذ طعم السماق والدجاج بشكل حلو. وأيضا هنا أضيف له زيت الزيتون حتى ينطي طعم أطيب، لأن هو لازم مليان زيت زيتون. يعني إيش قد أنا ضفت هذا كلش قليل. أما سندويشات الدجاج ضفت لها مرق الدجاج حتى البطاطاية تاخذ طعم النكهة مالت الدجاج وتستوي. راح أضيف للاثنين فلفل أسود هنا وأقلبهن حتى يعني يتساوي. طبعا المسخن أنا بديت نصيت النار عليه، بدأ يعني خلص راح يخلص، راح يستوي أو استوى هو، بس إنه أخلي نار بسيطة عليه.
اما سندويشات الدجاج فراح هسه اكملها، انه راح اخلي بهارات الدجاج. تقدرون العطار تقولوا له نريد بهارات دجاج، وراح اخلي بابريكا، وراح اخلي ليمون حامض، نص ليمونة مو كثير، نص ليمونة معصورة حامض، واقلبهن. وراح اضيف بعدين بهارات التندوري اللي عنده متوفرة، ايضا يسألون العطار تقولوا له بهارات تندوري يعطيكم اياها. اذا ما متوفرة عندكم لا تستعملوها عادي، بس حطوا بابريكا واي بهار انتو تحبوه. وهنا ضفنا اللحم، وهذا نقلب بيها ونفلس اللحم بعد اكثر اثناء التقليب، لان هنا صار عندي لحم شوية خشن، الى ان تختلط كل المواد وكل الكمية. انا طفيت طبعا على المسخن، خلاص طفيت عليه لان خلص. وهسه نكمل. هاي بهارات التندوري تشوفوها شلون لون عليها كلش غامق. ملعقة وحدة حطيت، ملعقة وحدة مالت اكل. انا هنا استعملت ملعقة كوب، فحطيت 2 بما يعادل ملعقة اكل. طبعا بهارات التندوري راح تضيف عليه نكهة مختلفة جدا جدا، كلش طيبة بهارات التندوري بالاكل. لازم مطبخكم يكون ببهارات التندوري لان كلش طيبة. هنا خلصنا. هسه بعد ما كملنا اللحم للمسخن وللسندويشات، طفينا النار وتركناه. نكمل هسه لف المسخن. طبعا نحتاج الخبز العربي، الخبز هذا اللبناني، شو تسموه ما أدري، ممكن تسووها بالخبز العادي، الخبز العراقي أيضا يسووها بيها عادي، مو إلا خبز لبناني. طبعا هنا راح أخلي شوية من المسخن بالسندويشة وألفها بهذا الشكل وأتركها على جنب، وبعدين راح أكيد أحطها بصينية الفرن. راح أسوي قطعة ثانية قدامكم أيضا، لأن الفيديو هذاك الأولى كان ما واضح. هنا حطيت أيضا الخبز العربي، فتحت القرصة النصين اللي هي وجه وقفة، ما حطها بكلها لا يصير ثخين، هالشكل يطلع أخف. بهذا الشكل أقلبها وألفها وأحطهم بالصينية. أوزع عليهم أيضا زيت الزيتون، يعني هنا كلش تحطون زيت الزيتون كثير، يعني مثل ما دا أقولكم أنا شقد دا أحط هم يحطون أكثر وأكثر وأكثر، لأن لازم زيت الزيتون يكون ينقط من المسخن بقد ما بيه زيت زيتون. بعد ما أمسحه بالفرشة زيت الزيتون، أرجع أرش عليه أيضا القليل من السماق أو السماق، وأدخله للفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، إلى أن يتحمر لونه يصير ذهبي أشقر، يصير مقرمش، أطلعه من الفرن. نرجع نكمل نسوي سندويشات الدجاج. سندويشات الدجاج بهذا الشكل احنا كملنا الخلطة، انتهت عندنا، هسه بدت شوية تبرد. راح احط شوية بصحن على جنب للي يحب يغمس تغميس، ممكن تاكلوها تغميس هاي الخلطة، وممكن تسووها سندويشات. ايضا راح استعمل بكيفكم، اذا موجود عندكم صمون او خبز عربي او الصمون الحجري او الصمون الاوتوماتيك، اي شيء متوفر تسوون بيه. طبعا شوية مايونيز، واحط من الخلطة فوق المايونيز بهذا الشكل. وبعدين اكيد راح احط لها شوية من السلطة، يعني طماطة على خيارة على خس، المتوفر. لا تلتزمون بهاي الامور، المتوفر عندكم تلفوها بهذا الشكل. ممكن اذا ساعة الساعة تاكلوها تقدموها بطريقة انيقة وحلوة، او اذا تظل لبعدين او للاولاد تشيلوها تلفوها بالفوليا او الالمنيوم بهذا الشكل وتحطوها على جنب للاولاد، اذا سفرة اذا طلعة اذا تاخذيهم مكان تكون جاهزة عندك، او حتى بالبيت ياكلوها عادي. هذا المسخن بعد ما طلعناه من الفرن شوفوا شكله شلونه مقرمش كلش حلو. شوفوا راح افتحها شكلها من الداخل، طبعا طعمها كلش طيبة ولذيذة.
أنا بالنسبة لي حبيتهن اثنينهن. أولادي حبوا السندويشات الدجاج أكثر، أنا وزوجي أكلنا المسخن حبيناه أكثر. وكانت هاي النتيجة النهائية. ممكن تقدموها بهذا الشكل، سندويشة ويا بطاطا ويا كاتشب، كلش طيبة. وممكن تقدموها المسخن أيضا يمها بهذا الشكل تقدموه. ممكن تسوون مسخن الحالة وتسوي برمضان، ممكن تسوون سندويشات الحالها، ممكن تكون تغميسة، ممكن تكون للسحور للفطور. شكلها كلش طيب، منظرها وطعمها جدا لذيذ وشهي. أما هنا حطيت شوية قلنا للتغميس، ممكن تغمسوها ويا الخبز، الخلطة مال سندويشات الدجاج تطلع كلش طيبة. بهذا الشكل انتهينا من عمل الغداء لهاليوم. هي وجبة حلوة وبسيطة، بس تحتاج لها شوية تركيز وشغل أكثر إذا سويتهم مع بعض. بهذا الشكل انتهينا، وأتمنى أن يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفتين، وصفة المسخن الفلسطيني ووصفة سندويشات الدجاج. أتمنى أن تعجبكم، وأقول لكم مع السلامة إلى اللقاء في فيديو آخر. أتمنى أيامكم كلها خير وبركة. بس ملاحظة صغيرة أصدقائي، إنه أريد أقول لكم يفضل إذا تسووها للأطفال الصغار إنه ما تسووا لهم المسخن، ما أعتقد يحبوه، تسووا لهم سندويشات دجاج أفضل.